السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم نلقاكم في أحسن الأحوال في صحة جيدة. لأول مرة كيزور القناة ديالي ما عليه إلا يضغط على زر أبوني وفعل الجرس باش يوصلوا جديد الوصفات. الناس اللي ديجا مابونين معايا مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجدد. نتمنى أنكم كلكم تدعيو مع الوليدات اللي اجتازوا الامتحانات ديالهم، خصوصا الوليدات ديال البكالوريا واللي كينتظروا النتيجه بشغف، ومنهم الابنه ديالي. نتمنى انكم تدعيو معاهم كاملين بالنجاح وبالتوفيق. الله يفرحنا بهم، الله يفرح الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الشهوه من شهوات بشرى رفيق. واحد الطبق باللحم والبرقوق والايجاص او لينغاس اللي كيجي صراحه روعه. نتمنى انكم تتبعوه معايا من الاول حتى الاخر. مزجت فيه ما بين الملوحه والحموضه وما بين الحلاوه، شي حاجه اللي كتجي روعه. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير والمقادير. عندي هنا ما بين 5 حتى 6 ديال الفصوص ديال الثوم، عندي معلقه ديال السمن، معلقه الملحه، قرفه عواد، معلقه ديال البزار، معلقه ديال المروزيه ديال اللحم، وجوج المعالق ديال السكينجبير، وجوج المعالق ديال الخرقوم عرق، وعندي الحامض مصير. تقريبا حامضه مصيره بالنسبه ل3 حتى 3 كيلو ونص ديال اللحم، يعني حطه. انا عندي هنا اللحم كتير، ولكن نتوما هذه هي المقادير اللي ممكن تستعملوا في القياس ديال التبصيل. كناخذ هذاك الحامض نديرو في واحد البول ونضيف عليه العطريه كامله، وعندي واحد شويه ديال الزعفران زغبه مع ضامه ديال الزعفران، درتهم مع شويه ديال الماء دافي وخلطت الكل، وبديت كنشرب من اللحم ديالي. غادي نخليه واحد ساعه او ساعتين حتى ل3 سوايع، ممكن تبيتوه ماشي مشكل، تخليوه في الثلاجه حتى الصباح. ومن بعد كتجيبوا الطنجره اللي غادي طيبوا فيها، كتوضعوا فيها اللحم ديالكم. حاولوا تستفوه ماشي تحطوا شي فوق شي هكا، باش اللحم ديالكم يطيب مزيان ويشرب ديك العطريه ويشرب ديك الشرموله. ما تحطوش اللحم شي فوق شي، كيبغي هو يكون متسع، وحيت كيشد شويه الوقت ماشي بحال الدجاج. صافي، وكنضيف عليه ديك الشرموله اللي شاطت ليا، وكنضيف عليه القياس ديال الماء، وكنخليه يطيب واحد شويه حتى كنحس به بدا كيدخل فيه الطياب. من بعد كنضيف ليه قبيطه ديال الربيع. ممكن تقطعوا الربيع، انا كنفضل انني نديرو بحال هكا لان المريقه كتبقى نقيه وكتبقى يعني صافيه. عاد ضفت هنا في هذه اللحظه ضفت الزيت، كنخليه حتى كيطيب شي شويه، طلق لينا داك الزيت ديالو باش نعرفوا القياس اللي غنديرو، ما نديروش حتى كيطيب الزيت. من بعد عاد كنضيف البصله اللي كنشلضها على هذا الشكل، وتنحاول نهز اللحم وندير البصله من التحت باش هكا كتدغمر لينا وكتطلق لينا داك الدغميره ديالتها في المرقه ديالتنا. غادي نغطي على اللحم ونخليه كيطيب، وندوز معكم باش نحضروا الايجاص اللي غسلته بالطبع، وكنقطعوا نقيه على هذا الشكل، وكنقطعوا من الوسط، وكنحاول ندير فيه واحد الحفيره من الوسط حيت انا غادي نحتاجها من بعد. نتوما غتشوفوا معايا علاش وكيفاش. كناخذ هنا واحد المقيله ندير فيها شويه السنيده، شويه الزبده، ومعلقه ديال القرفه، واحد الساشي ديال الفاني. انا كنت درته في الاول في المقله، ولكن لقيت بان المقله ما غاديش طيبوا ليا، والوقت دركني في الحطان السيده مولات لاكوموند قريبه تجي ليها. درته في كاسخول وحتى بدا كيطيب وبدا كيطلق ديك التعسيله ديالو، بدا كيتعسل، وحيدته ودرته في المقله مره اخرى، وضفت عليه شويه تاع الزبده ودرته فوق البوطه وخليته كيتعسل مع واحد المعلقه ديال العسل. الماء اللي طيبت فيه البعويد حيت كان شويه معسل ما ضيعتوش، خديت اللوز ونقيته وحمرته وهرمشته في الهاشوار، وضفته على هذيك التعسيله، وحاولت انني ندير منه ديبول اللي غادي تشوفوهم من بعد. غادي نزوق بهم البعويد ديالي لان هاد الماء منسم بالزبده وبالقرفه وشويه ديال الفاني مع شويه ديال الماء زهر. صافي، وخليتهم على جنب. هانتوما كتشوفوا البعويد من بعد ما بدا كيتعسل وبدا كينشف ليه داك الماء، ما ضفت حتى شي حاجه، غير شويه من هذاك الماء درته في المقله، وضفت عليه كيف ما قلت لكم العسل والزبده، وخليته كيتعسل. انا بغيت المذاق ديال الزبده يجيني في البعويد ديالي. ومن بعد عاد غادي نعمر دوك الحفيرات بالبعويد عفوا باللوز، وغنحط واحد اللويزه من الفوق. نتوما كتشوفوا كيجي كيشهي، كيجي المنظر ديالو غزال، حتى المذاق كيجي ولا اروع. ونزين به الطبق ديالي في الاخير. بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي،
وكنخليه ياخذ هذا اللون الذهبي على هذا الشكل. كيف كتشوفوا كيجي محمر، ما كتحتاجوش انكم تحمروه الفران، كيبقى لكم اختيار لا بغيتو تدخلوه للفران. كنضيف في الاخير واحد المعلقه ديال العسل ومعلقه ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده سبيسيال او الزبده ديال العبار، وكتخليوها تغلى فيه واحد شويه باش كيتعلك لكم داك اللحم وتجيكم ديك الدغميره هكا واقفه صافي. وكتقدموا الطبق ديالكم بالصحه والراحه كيف ما بغيتو نتوما، مع البرقوق مع اللوز. انا البرقوق عسلته، ما حطيتش لكم يعني الطريقه راها سهله، راكم عارفينها، كلشي كيعرف كيفاش يعسل البرقوق. درت فيه غير واحد شويه ديال الجنجلان وعمرته باللوز نيت مقلي صافي. وقدمت الطبق ديالي على هذا الشكل. نتمنى انه يروق الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من التعليقات ديالكم، من لي لايك ديالكم. نتمنى انكم كيف ما قلت لكم في اول الفيديو تدعيو مع الوليدات كاملين اللي اول مره كيزوروا القناه، يضغط على زر ابوني وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد الوصفات ديالي. وفي الاخير ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده، في امان الله.